النهارده هتكلم على معادلة مهمة جدا في التحويل من درجة الحرارة المئوي للفahrenheit. كل هيبص على المعادلة ديت ويقول لك أنا عارفها. تمام. المعادلة ديت خاصة بتحويل من درجة الحرارة المئوي لدرجة الحرارة الفahrenheit. طيب لو دي temperature difference، لو فرق درجات حرارة بالمئوي، ينفع استخدم المعادلة ديت عشان احول لفahrenheit لو temperature difference؟ لا، هتبقى غلط. طب ازاي؟ ده بقى شغلنا في الفيديو ده. هقول لك ازاي واقول لك كمان ليه واثبتها لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عشان احول من درجة الحرارة المئوي الى الفahrenheit بستخدم المعادلة دي. بقوم ضارب 1.8 في الدرجة الحرارة المئوية، واللي يطلع بجمع عليه 32 بيديني درجة الحرارة بالفahrenheit. طب لو انا بقى موضوعنا النهارده على التمبريتشر ديفرنس، يعني بمعنى هتبقى درجة الحرارة فahrenheit ناقص درجة الحرارة فahrenheit. تمام. بس بعد كده عايزها بالسيليزيوس. طب تعالى نشوف كده. لو انا عندي مثلا مثال، عندي 95 درجة حرارة فahrenheit ناقص 50 يديني كام؟ 45 درجة حرارة فahrenheit، صح؟ تمام. دي بالنسبة للتمبريتشر ديفرنس بس بالفahrenheit. طيب كنا متعودين ان احنا بنجيب درجة الحرارة المئوي واجيب المناظرة ليها من خلال تيبل، من خلال الجدول. بشوف الفahrenheit قدام المناظر للمئوي قد ايه. تمام. يعني لو دخلت على التيبل ودلوقتي بحثت على ال 45 درجة حرارة فahrenheit هيديني 7.2 درجة حرارة سيليزيوس. دلتا تي، يبقى الإجابة دي غلط، ما ينفعش. هتطلع لك الإجابة غلط وهقول لك ليه. تعالى نعمل كده، نبسطها شوية. مش هدي الدلتا تي اف ناقص اف. طب ال 95 درجة حرارة فahrenheit المناظر ليه درجة الحرارة سيليزيوس قد ايه؟ وال50 نفس الكلام. تعالى كده نبص مع بعض. ال 95 فahrenheit قدامها 35 درجة حرارة سيليزيوس، تمام؟ وال50 قدامها 10 درجة حرارة سيليزيوس، تمام؟ طب اعمل بقى التمبريتشر ديفرنس، هيبقى 35 ناقص 10 يديني 25 درجة حرارة سيليزيوس، درجة حرارة مئوية، تمام؟ بص كده، الدلتا تي هنا مختلفة عن الدلتا تي هنا. دي 45 هنا ادتني 25، يعني لو دخلت على التيبل بحثت عن 45 اديني هنا 7.2، عشان كده قلت لك غلط. المفروض هيبقى 25 درجة حرارة سيليزيوس. يبقى كده وما ينفعش اللي انا احول من الدلتا تي سيليزيوس للفahrenheit عن طريق التيبل او عن طريق المعادلة دي. تمام. المعادلة دي لدرجة الحرارة فahrenheit او السيليزيوس للفahrenheit فقط، اما الدلتا تي لا. طب انا عايز بقى اسهلها على نفسي، عايز اعمل علاقة بين الدلتا تي سيليزيوس وفahrenheit، وانا هثبتها لك دلوقتي. بس قبل ما اثبتها لك، ما معنى المعادلتين دول؟ اللي انا عندي الدلتا تي فahrenheit لو 45 درجة حرارة فahrenheit مناظر ليها 25 درجة حرارة ايه سيليزيوس، يعني العلاقة تبقى ايه او المعادلة تبقى ايه؟ ان دلتا تي اف بيساوي 1.8 دلتا تي سي. تمام. يعني لو عندي هنا هو درجة الحرارة السيليزيوس هنا مثلا ب25 اضربها في 1.8 هيديني 45، تبقى هي دي المعادلة اللي انا هشتغل عليها. تمام. مش هشتغل على دي في حالة الدلتا تي. في حالة الدلتا تي هشتغل على دي وليس دي، وليس دي كمان. تمام. ما ينفعش اخش على الفahrenheit على التيبل واجيب قدامها السيليزيوس لو انا بتكلم على التمبريتشر ديفرنس، وما ينفعش اخد التمبريتشر ديفرنس من هنا لو مثلا الدلتا تي سي بيساوي 25 وهعوض بيها هنا واطلع بيها دلتا اف، برضه هتبقى غلط. تمام. في حاله التمبريتشر ديفرنس بستخدم المعادله دي. تمام. بعوض هنا الدلتا تي تمبريتشر ديفرنس بالمئة واشيلها واحط القيمه بتاعتها، مثلا لو 25 اضرب 25 في 1.8 هيدي 45 درجه فahrenheit. طب تعالى بقى كده نحب الفلسفه، صح؟ تعالى نثبتها. وليه انا كتبت المعادله ديت بالشكل ده؟ تمام. اول حاجه احنا ثبتناها بالطريقه دي. تمام. شلت القيم من الفahrenheit من هنا وحطيتها سيليزيوس وطلعت الدلتا تي. تمام. طب تعالى بقى نعملها ونثبتها واحده واحده. عندي هوت
اف 2 ناقص اف 1 اللي هي الدلتا اف. طيب اف 2 بيساوي ايه؟ اف 2 عشان اطلعها اف 2 بيساوي درجة الحرارة سيليزيوس في 1.8 زائد 32 اللي هي المعادلة دي، بس ديت بالنسبة لسي 2. تمام؟ ناقص اف 1 نفس المعادلة بس بدل سي 2 هتبقى سي 1. ما فيهاش أي حاجة، تطلع لي هنا اهوت دلتا تي اف درجة حرارة ايه؟ أو تمبريتشر ديفرنس بالفahrenheit. طب عوض كده، اضرب 1.8 في سي 2 هيبقى 1.8 سي 2 زائد 32 ناقص السالب ده مضروب في الايه؟ في القوس ده كله 1.8 سي 1 زائد 32. طب اخلص من السالب ده، اضرب السالب ده في القوس، هيبقى نفس الكلام هنا، هيبقى ناقص 1.8 سي 1 سالب في موجب بسالب هيبقى سالب 32 بيساوي ايه؟ تمبريتشر ديفرنس فahrenheit. يلا شيل بقى 32 مع ال 32 راحت، هيتبقى لك هنا 1.8 سي 2 ناقص 1.8 سي 1. خد ال 1.8 مشترك، هيبقى سي 2 ناقص سي 1 هتبقى بالشكل ده. تمام؟ طيب شيل لي بقى السي 2 ناقص سي 1 اللي هي التمبريتشر ديفرنس بس بالمئوي اهي. يبقى انا عندي اهوت الدلتا تي بالفahrenheit بيساوي 1.8 دلتا تي سيليزيوس. هي دي المعادلة وده اثباتها. خلي بالك دي ايه؟ دوت قانون بنشتغل عليه، يعني اشيل الدلتا تي واحط القيمة بتاعتها، مثلا لو ديت 25 اضرب 25 في 1.8. تمام؟ دوت القانون. بس في حاجة بقى اسمها تحويلة، اللي انا بحول من ده لده. ادي شكل التحويلة اهي. الدلتا تي سي بيساوي 1.8 دلتا تي اف. خلي بالك الدلتا تي سي او فرق درجات الحرارة بسيليزيوس قيمته اعلى واكبر من الدلتا تي اف، ان الواحد منه بيساوي 1.8 دلتا تي اف. تمام؟ الواحد دلتا تي سي بيساوي 1.8 دلتا تي اف. تمام؟ يعني لو عايز احول من التمبريتشر ديفرنس بالسيليزيوس للتمبريتشر ديفرنس بالفahrenheit بضرب هنا في 1.8. تفهمها بالطريقة دي او تفهمها بالطريقة ديت. خلي بالك دي اتعكست هنا لان بتكلم دي تحويلة، اما ده القانون هنا الدلتا تي سي بشيلها وبحط القيمة بتاعتها بطريقة سهلة جدا. تمام؟ وافضل ده عشان ما تتلخبطش. تمام؟ هتبقى دلتا تي سي شيل القيمة شيلها وحط القيمة بتاعتها مثلا 25 2 3 واضربها في 1.8 يطلع لك هنا تمبريتشر ديفرنس بالفahrenheit وهي تبقى قريبة للمعادلة دي. يبقى انت كده عندك المعادلة بالاف والتمبريتشر ديفرنس اف. تمام؟ دي هنا هو بشيل السي وبحط القيمه بتاعتها، وهنا بشيل الدلتا سي وبحط القيمه بتاعتها، وبالتالي هنا بطلع دلتا اف الدلتا تي اف وهنا بطلع الاف. لو عايزها بالنظام التحويل هيبقى الواحد تمبريتشر ديفرنس بسيليزيوس بيساوي 1.8 تمبريتشر ديفرنس فahrenheit. تمام؟ خلي بالك قيمه السي اعلى من الاف. بص كده معايا هنا ال 25 بيساوي 45، يعني السيليزيوس هو اللي قيمته اكبر. تمام؟ زي هنا 95 درجة فahrenheit، هنا 35 سيليزيوس. عايز تشتغل بالطريقة دي تشتغل، عايز تشتغل بالطريقة دي تشتغل عشان ما تتلخبطش. تمام؟ ادي القانون، اشيل الدلتا تي واحط القيمة واضرب في 1.8 تطلع لك الدلتا تي اف، واستكفى بالموضوع دوت لحد كده. عايز تمشي بنظام التحويل، يعني مثلا هنا مثلا الواحد متر بيساوي مثلا 100 سم، لما احول من المتر لسنتي بضرب في 100. تمام؟ ده نظام اللي هو الايه؟ التحويل، وده نظام القانون. طولت عليكم بس الموضوع كويس جدا ومعلومة كويسة جدا، اتمنى تكون الناس استفادت منها. اشكركم جدا في رعاية الله، ونشوفكم ان شاء الله في معلومة جديدة. السلام عليكم.